الحقوني يا بنات، أخويا الغالي عمل كاتب كتاب ابنه، ربنا يبارك له ويفرح قلبه يا رب ويفرح كل الشباب، وألف ألف ألف مبروك طبعا لابن أخويا الغالي. المهم رحت بقى، كان عازم ولاده وولاد ولاده، وعامل ليلة حلوة جميلة، وجايب موز وبرتقان ومن خيرات الله ومكسرات وليل، وكان كمان يعني حاجة كده حلوة جدا. المهم قُلت خدت بعضي، ما عزمنيش، قُلت خدت بعضي ورُحت قُلت أبارك له وأعمل الواجب وأعمل بقى أصلي. المهم دخلت وقعدت وقُلت مبروك وهيصت وكل حاجة واستنيت واجب الضيافة. المهم راح جاب لي موزة واحدة بس، قُلت موزة واحدة بس! يعني هي دي واجب الضيافة بتاعة العريس، موزة واحدة بس؟ قال لي: "آه، هي موزة واحدة بس، موزة يتيمة." قُلت له: "طب والولاد؟" قال لي: "هي موزة يتيمة." قُلت يا سلام! موزة يتيمة يا بت، أصون كرامتي. المهم رُحت واخدة الموزة برضه وما رضيتش أكسفه، ورُحت قُلت والله لأعمل بيها حفلة، الموزة دي وأنا وولادي وكل العيلة تاكل من الموزة دي. المهم رُحت جايبة الموزة كده ومقشّراها وعاملة بيها عظمة، يالّا بينا نسمّي الله ونصلّي على سيدنا محمد ونشوف إحنا عملنا الحاجة الحلوة دي إزاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعًا أنا عايزة أقول الملخص، طبعًا أخويا أكرم منه ما فيش وأحسن منه ما فيش، بس أنا عايزة أقول في ظل الظروف اللي إحنا فيها دي، إن بموزة واحدة بس أو بأقل الإمكانيات أنا ممكن أعمل برضه حاجة حلوة لأولادي. أنا عملت إيه؟ طبعًا جبت الموزة دي وقطعتها، وكمان عملت منها جيلي فراولة وجيلي أناناس وجيلي كانتالوب، وهيصت وشهيصت الدنيا كده بالموزة دي. شوفوا بقى أنا عملت إيه. طبعًا مش لازم بقى سكر ودقيق وبيض ومش عارفة إيه علشان أدخّل البهجة على أولادي. تمام. المهم رُحت برضه عملت فرح للولا برضه، ورُحت جايبة الجيلي كده وكل واحد بقى قعد يرقّص الطبق بتاعه بقى، ما هو فرح بقى وهيصة بقى بالموزة بقى. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن الأشكال، مش عايزة أطوّل عليكم. وابني قال لازم أفتح بقى واحدة وأرقّص واحدة بقى كده لابن خاله بقى، راح فتح واحدة كمان هو كمان، ما شاء الله، وعملنا كمان تدريج بالجيلي. شايفين حاجة كده عظمة، حاجة كده فل الفل. طبعا الفيديو مش عايز شرح، لأن الجيلي معروف، كوبايتين من المية على باكو الجيلي. طبعا كله بيرقص بقى، فرح بقى، فرح ابن أخويا الغالي بقى، وكله بيرقص بقى، بصوا كله بيرقص. طيب المهم عملنا إيه بالجيلي. طبعًا دي قوالب صغيّرة بالجيلي اللي زاد معايا، و حطيت بقى كده في القوالب وخلّيته لمّا جِمد ورُحت قلباه، يعني كان عملت فرح بقى من ما فيش بقى. المهم بقى رُحت جايبة هاقول بقى المقادير: كوبايتين من الكبار، كوبايتين المَيّة، كل كوبايتين مَيّة ليهم باكو من الجيلي. في الأول خالص أنا هاعمل اللي هو الجيلي طبعًا دي قوالب من الجيلي حلوة جدًا وبتتباع عادي جدًا في أي مكان، ممكن كمان قوالب الرز يعني لو أنتِ حابة. تمام. أنا كنت جايبة الطبق الكبير ده بحيث إن أنا أعمل فيه، لقيت إن الكمية مش مستاهلة يعني. المهم رُحت قُلت لأحسن لربما إن الكوباية تطق مني أو تفرقع، فرُحت حاطة فيه الكوباية وبقيت أصُب فيه المَيّة السخنة اللي بتغلي. باكو الجيلي، ده باكو جيلي عليه كوبايتين كبار من المَيّة، كوبايتين المَيّة العادي، كوبايات المَيّة بتاعة السُفرة العادية جدًا. بس طبعًا كل باكو من الجيلي أنا حطيت له معلقة واحدة كبيرة من السكر، أنتم لو حابين هتدوقوا طبعًا، ولازم تقلّبي كويس جدًا، جدًا، جدًا. أنا ما حطيتوش على النار بصراحة، استكفيت بالمَيّة السخنة وداب معايا وبقى زي الفل ومسك نَفْسه حاجة كده بقت عظمة العظمة. شايفين ده أول حاجة معايا. وبصراحة أنا أولادي بنتي الصغيرة يعني بتحب الجيلي، فأنا عملته عشان خاطرها، تفرح كده أولادي يفرحوا بالألوان كده ويدخل البهجة
بقى مش لازم إن إحنا نعمل كيكة وبسبوسة وجلاش ومش عارف إيه، ونجيب سمنة والزيت غالي والسكر غالي. يلا بقى طولت عليكم، بس يعني حبيت أديكم خلفية بسيطة أو أنبهكم. إحنا كلنا عارفين يعني إن مثلا من حاجة بسيطة ممكن نعمل حاجة تفرح أولادنا. مش هقعد بقى أقول مفيش مفيش مفيش. تقريبا كيس الجيلي ب5 جنيه، يعني ب15 جنيه عملت هلمة. ده بقى جيلي الأناناس. تمام، برضو كوبايتين من المية على باكو الجيلي ومعلقة واحدة من السكر، وقلبت كويس جدا جدا. ده جيلي الفراولة برضو. عايزة تقطعي فراولة قطعي، عايزة تقطعي فاكهة عندك قطعي براحتك خالص. ممكن كمان الموزة دي نعمل منها تشيز كيك نحطها عليها، نعمل مع الجيلي برضو، يعني نعمل منها موز، يعني نعمل منها كل حاجة، يعني مش هنوقف نفسنا لا لغلاء الأسعار. المهم جيت قطعت، طبعا كنت مقطعة الموزة قدامكم صغير جدا، وحطيتها بقى في القوالب بتاعتي، وهصب عليها كمان الجيلي اللي أنا عاملاه. هو لو سخن، لو الجيلي سخن الفاكهة هتطلع لفوق، لما يتقل شوية هتيجي في الوسط، لما يتقل خالص ممكن يجي من تحت. تمام، او تسقطيها يعني بخلة كده وتطلعيها براحتك خالص لو انتي عايزاها تبقى تقيلة يعني معاكي. ده هنا بقى اللي هو اللون التاني بقى. انا بوريكم من كل حاجة حاجة واحدة، لان علشان ما اطولش عليكم كفاية بقى الرغي اللي انا رغيته في الاول. هكرر، اخويا اطيب خلق الله واكرم خلق الله، وربنا يفرحه ويفرح اولاده طبعا. بس انا برضو حبيت اقول ان بحاجة بسيطة احنا ممكن نفرح اللي حوالينا كلهم، مش هنقف عند زيت وسمن وسكر وحاجات زي كده. ربنا يفرح كل الشباب يا رب، وربنا يغنينا من فضله، اللهم امين. بس كده، ودي كانت فكرتي النهاردة. وإذا عجبكم وصفاتي طبعا هتضغطوا لي لايك وشير وتفعيل الجرس. و... وهنا القوالب الصغيرة اللي هي زادت معايا عملت كمية حلوة برضو، لا بأس منها، يعني لا بأس منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبروك لأخويا برضو.